المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وسلامة يا رب. الفيديو بتاع النهاردة هنكمل فيه برضو سلسلة العملات التذكارية، وإن شاء الله يعني هنكمل السلسلة ديت. يعني هم كلهم على بعض بتاع 350 عملة. تمام. فعايزين قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا بالفرج القريب يا رب والنصر. يكون أول جنيه معانا النهاردة جنيه قناة السويس، إصدار سنة 1976، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1976. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 250 ألف قطعة، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 1960 جنيه، بواقع 40 دولار. نخش بقى على تاني عملة معانا النهاردة. الجنيه بتاع الست أم كلثوم، إصدار سنة 1976، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1976. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. وكمية السك المعروفة عن الجنيه دوت 250 ألف قطعة، بسعر للأنصر 2205 جنيه، بواقع 45 دولار. خش بقى على الجنيه الملك فيصل، إصدار سنة 1976، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1976. الوزن 15 جرام، والقطر 35 مليمتر. كمية السك بقى المعروفة عنه 100 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر. والجنيه ده مش عشان برضو كمية السك قليلة، لأ، ده عشان الجنيه ده مطلوب للملك فيصل وكده. تمام. فشوفوا السعر بقى عامل كام، 6860 جنيه، بواقع 140 دولار. والمزايدة لسه شغالة على سعر الأنصر. وطبعا العملات دي انا عارف ان الناس اللي بتجيب العملات ديت بتحافظ عليها، عشان دي زي هواية كده، هما بيحافظوا عليها. تمام. ب 6000 زي ما احنا قلنا، 860 جنيه، بواقع 140 دولار. خش بقى على الجنيه بتاع الفاو، إصدار سنة 1977، وانتهى الإصدار سنة 1977. معمولة من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. وكمية السك المعروفة 50 ألف قطعة. أشوف ده 50 ألف قطعة، لكن سعره بيساوي نص عملة الملك فيصل. وده يدل على إن الطلب على العملة بيرفع سعرها بشكل مجنون. تمام. المهم يعني سعر الجنيه الفاو دوت 3430 جنيه، بواقع 70 دولار. نخش على خامس عملة، الجنيه بتاع الثورة. الناس بيسميه الثورة التصحيحية، جنيه الثورة يعني. إصدار سنة 1977، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1979. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. وكمية السك المعروفة عنه 10500 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 2205 جنيه، بواقع 45 دولار. السعر الأنصر ده الحالة الجيدة، عمال أقول يعني سعر الأنصر ده، قصدي الحالة بتاعة البنك. تمام. نخش بقى على الجنيه بتاع اللي هو الاتحاد الاقتصادي، إصدار سنة 1977، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1977. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. وكمية السك المعروفة عنه 50 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1862 جنيه، بواقع 38 دولار. خدت بالكوا عشان الجنيه ده مش مطلوب، هو بس كمية السك هي اللي رفعاه. كمية السك 50 ألف قطعة هي اللي رفع سعره. لو كمية السك دي وصلت 200 ألف 300 ألف، كنت هتلاقي الجنيه ده ممكن يعمل له بتاع 800 جنيه 700 جنيه، ما يوصلش ل 1862 جنيه، بواقع 38 دولار. نخش بقى على سابع عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع بورتلاند للأسمنت، شركة بورتلاند للأسمنت. إصدار سنة 1978، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1878. معمول من مادة الفضة بوزن 15 جرام، والقطر بتاعه 35 مليمتر. وكمية السك المعروفة عنه 50 ألف قطعة، بسعر الأنصر 1470 جنيه، بواقع 30 دولار. نخش بقى على تامن عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع الذكرى 25 لجامعة عين شمس. إصدار سنة 1978، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1978. معمول برضو من مادة الفضة بوزن 15 جرام، وكمية السك المعروفة عنه 50 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر. وعشان جنيه عين شمس ده مطلوب ب5635 جنيه، بواقع 115 دولار. وده يعني دي الأسعار المزايدات العالمية اللي بيتم عليه. جنيه معروف بتاع جامعة عين شمس ده، معروف ليه بقى؟ معروف لأن في الدول العربية ناس كانت بتيجي تدرس في جامعة عين شمس. تمام. فعشان كده الجنيه وجامعة عين شمس يعني منطقة معروفة وجامعة معروفة، فعشان كده مطلوب الجنيه ده. انتوا فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ الطلب وكمية السك بتأثر على سعر العملة.
بسعر الأنصر 5635 جنيه بواقع 115 دولار. نخش بقى على الجنيه بتاع قصدي وزارة المالية. إصدار سنة 79 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1979 برضو. المادة اللي مصنوع منها الفضة بوزن 15 جرام، وكمية السك 25,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 2450 جنيه بواقع 50 دولار. شفتوا الفرق؟ 25,000 قطعة لكن بيتباع ب2450 جنيه بس بواقع 50 دولار. خش بقى على آخر عملة معانا النهاردة، الجنيه بتاع الفاو. إصدار سنة على فكرة في إصدارات كتير للفاو، تمام، وعلى حسب برضه إيه الشكل بتاع العملة وسنة الإصدار بتاعها. أنا بتكلم بسرعة عشان خاطر إيه الناس بتقعد تقول إن أنا بطول في الفيديو وملل، بيحسوا بملل. فعايزك إيه تحس كده بسرعة تدفق المعلومات وأنت معاك ورقة وقلم. لو حابب تكتب حاجة للعملة معاك، أنا بفضل إن أنت تكتبها بدل ما تقعد ترجع كل شوية للفيديو. هو الفيديو هيكون موجود على القناة، بس خلي ورقة وقلم كده جنبك للعملات اللي معاك، تمام. المهم يعني جنيه الفاول الاخراني دوت اصدار سنه 79 وانتهى الاصدار بتاعه سنه 1979، معمول من ماده الفضه. الوزن بتاعه 15 جرام والقطر 35 ملم، وكميه السك 50,500 قطعه، تمام. بسعر الأنصر كام يا عم محمد؟ 1813 جنيه بواقع 37 دولار. كل العملات ديت أنا جبت فيه الأسعار اللي تم بيع بيها وفي الأسعار اللي لسه بيتم عليها المزايدة، تمام. وبالذات اللي بيتم عليها المزايدة جبت لك للأشهر، لو زي الملك فيصل، جامعة عين شمس، جبت لك الحاجات الأشهر اللي لسه بيتم عليها مزايدة. يعني لسه في أسعار هتتغير تاني العملات دي، بس دي الأسعار والرينج اللي موجود في السوق حاليا، تمام. وانا بسعر يا جماعه على حسب الاي مش حسب السوق المصري، لان السوق المصري زي ما تقول كده بيخسف بالعمله الارض، فانا مش حابب. انا بسعر بالاي ليه بقى؟ لان الناس سواء في مصر اللي بيشتروا منك العمله بيبيعوا على الاي، والناس اللي في بره البلدان كلها بتشتري من الاي، لانه بيبقى حاجه زي مصدر موثوق تقدر تسترد فلوسك، مش حد يضحك عليك في عمله مغشوشه بتاع، فاهم قصدي؟ ويعني يا جماعة القناة، يعني عايزكم تشتركوا في القناة، لأن معظم اللي بيشاهدوا القناة أكتر من 80% غير مشتركين بالقناة، و20% بيبقوا مشتركين. يعني أنت أكتر من 80% غير مشتركين، احنا لو اشتركنا نوصل 15,000 مشترك بسهولة. فعايزين برضو إيه نوصل القناة 15,000 إن شاء الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.